علي معلول كولر حطله الزغلول، ومحمد رمضان قال له خد ياض خلاص روح ياض. الاهلي بيخسر اللاعب الوحيد اللي ملوش في السهرات ولا البنات ولا السشوار، وبيطلق عليه رصاصة الرحمة على طريقة خيل السبق لما يعجز وتروح عليه. وحسين لبيب فتح له أحضانه على الآخر وقال له تعالى جنب ابن بلدك المسلوسي واخواتك عبد الله سعيد وناصر ماهر، معانا هتنبسط قوي ومش هتحس بالغربة. ومراته بتضغط عليه عشان يقبل عرض الأبيض لإحراج إدارة الأهلي على طريقة اللي باعك بيعه. كواليس القصة الكاملة لنهاية معلول مع الأهلي. امبارح فوجئنا بستوري نشروا علي معلول للآية القرآنية: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وبعدها تسرب خبر إصابته في السمانة قبل ما مصدر من الجهاز الطبي ينفي الخبر جملة وتفصيلا ويأكد أن معلول سليم معافى. والإعلامي هاني حتحوت حسم الجدل وأكد أن ستوري علي معلول ردا على مسؤولي الأهلي بعد قرار الاستغناء عنه من قبل مارسيل كولر بدعم من محمد رمضان، اللي شافوا أن بقاء معلول في الأهلي مجاملة مش في محلها ولا وقتها ل5 أسباب. أولها أنه كبر وتجاوز ال35 سنة، والتاني أنه لسه راجع من الصليبي ومستحيل يرجع لمستواه قبل كاس العالم، والتالت أنه شاغل مقعد أجنبي والفريق محتاج لتدعيمات محترفين، ورابعا اقتناع كولر الكامل بالمغربي يحيى عطية الله وصعوبة جلوسه دكة المعلول ولو على سبيل التدوير، واخيرا ان راتبه من الفئه الاولى وبالدولار وبيشكل عبء على خزينه النادي. وبناء عليه كولر وجه له الشكر من خلال مدير الكوره محمد رمضان في ظل رفض الخطيب ولجنه الكوره والتخطيط، لكن معروف الخواجه السويسري محدش بيتنيله كلمه فيما يخص السكواد، ولنا في صفقه مودست خير دليل. حتحوت قال إن الأهلي خير معلول، أما الاعتزال وتعيينه في منصب شرفي بمثابة تكريم عن مسيرته أو يجيب عرض في يناير ولو على سبيل الإعارة. لكن معلول رفض الأمرين وقال مش هتهان على كبر واروح أعرض نفسي على الأندية، واشترط الحصول على الاستغناء فور فري زيه زي بيرسي تاو عشان يرحل بالمجان للنادي اللي يختاره سواء جوه مصر أو في تونس. وهنا الإدارة شكت إن معلول ناوي على نية وشكله هيحط الزغلول فعلا، والشك طلع في محله وتأكد تواصل المسلوسي مع معلول بعرض رسمي مقدم من حسين لبيب لتعويض غياب بنتائج، اللي قرر قطع الإعارة والعودة لفريقه الفرنسي سانت تيان، وده بعد استقباله عرض بلجيكي براتب ضخم. وبالرغم من رفض معلول لعرض الزمالك عشان ما يخسرش شعبية فضل يبني فيها 8 سنين مع جمهور الأهلي، إلا إن زوجته وشريكة نجاحه بتضغط عليه للقبول مش بس بدافع الانتقام لكن لرد الاعتبار وإثبات نفسه. وقالت له ما تبصش لحسام عاشور، وضربت له مثال بعبد الله السعيد اللي بيعيش أزهى فتراته الكروية بدنيا وفنيا وهو أكبر منه ب4 سنين. وحاليا معلول بيدرس العرض بجدية وبيحسبها لأول مرة بالمنطق مش العاطفة، وخاصة إن ما عندوش بديل غير عرض هزيل من فاركو أو العودة لختام مسيرته في فريقه الأول الصفاقسي التونسي، مع صعوبة نقل حياة أسرته ومدرسة ابنه بين يوم وليلة لبلد تانية حتى ولو بلده الأم. بعيدا عن انتمائك، لو انت مكان معلول هتقبل عرض الزمالك ولا هتعتزل بالإكراه وترضى بمنصب شرفي في الأهلي؟